في ظل جدل حول طبيعة الخارطة السياسية التي ستسفر عنها انتخابات المجلس التأسيسي، ينتظر التونسيون إعلان النتائج الجزئية على مراحل من قبل الهيئة العليا المستقلة قبل أن تظهر النتائج النهائية بعد ظهر غد الثلاثاء، غير أن بعض ملامح تلك الخارطة التي تأتي بعد عقود من أحادية الحزب الحاكم قد تجلت في تقدم كان متوقعا لحركة النهضة الإسلامية في عدد من الولايات التونسية، حيث قال أحد القياديين إن حزبه يتوقع الحصول على حوالي 40% من جميع أصوات الناخبين، مضيفا أن الحركة متأكدة مبدئيا من الفوز في 24 دائرة انتخابية على الأقل من بين 27 دائرة انتخابية في ربوع البلاد، غير أن الجهة المخولة قانونا لإعلان أي نتيجة بشكل رسمي هي الهيئة المستقلة التي أنشئت لأول مرة للإشراف على الانتخابات تنظيما ومراقبة وفرزا للأصوات وتأكيدا للنتائج، وهو ما كانت تحتكره وزارة الداخلية في فترة حكم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، حيث كانت النتائج معروفة سلفا لصالح حزبه الحاكم الذي عادة ما يمنحه التزوير أغلبية ساحقة من أصوات الناخبين. ومن هنا يأمل التونسيون أن تكون مرحلة ما بعد الثورة قد جعلت بينهم وبينه قطيعة كاملة لقطع الطريق نهائيا أمام تلك الممارسات المنافية لنزاهة الديمقراطية وشرعية الحكم في البلاد.